5 أنواع بصل رح نحكي عنهم بهيدا الفيديو. كل بصلة شو بتفرق عن التانية وأيمتى بنستعمل كل وحدة منهم. بنبلش أول شي بالبصلة البيضاء يلي هي بتجي بعدة أحجام. والشي الحلو بالبصلة البيضاء إنه طعمتها كتير حلوة، ما فيها حدية مثل بقية البصلات، تتاكل ني ونحن مبسوطين وما في تحرحر. كتير طيبة مع اللبنة والبيض المقلي والكب النية كمان. والبصلة البيضة هي كلها بيضة، من قشرتها بيضة من برا ومن جوا كمان بيضة. ما بنصح ابدا انه نستعمل البصلة البيضة بالطبخ ولا حتى بالسلطات لانه بتبق كتير مي، عكس البصل الهندي اللي هي هيدي البصلة الموف. هيدي البصلة الموف نحن بلبنان بنسميها بصل هندي، من برا قشرتها موف ومن جوا فيها ابيض وموف. كتير حلوة بالسلطات لأنه ألوانها بتزينهم وكمان ما بتبق مي بقلب السلطة. فينا نستعملها بالطبخ بس نحن دايما بنروح على البصلة الحمراء. البصلة الحمراء يلي نحن بلبنان بنسميها البصلة البلدية، في عدة أحجام منها. هيدي البصلة متوازية بين الحلاوة وبين الحدية، يعني حرة بس بنفس الوقت فيها حلاوة. بس نحطها على النار بتتحمر بسهولة لأنه فيها سكر. طعمتها كتير طيبة بالطبخ بس بالأكل حرة شوي. من برا قشرتها حمرا ومن جوا بيضة. نحن بلبنان دايما بنستعملها بالطبخ بس أكيد ما بتغني عن ملكة البصل يلي هي البصلة السلمونة، يلي هي أطيب وأفخر بصلة. جدودنا وقتا كانوا يروحوا على الحقلة ياخدوا معهم بصلة، زيت زيتون وخبزة، يحطوا البصلة على الحجر ويفقعوا ضربة تنفقش وبياكلوها. كتير حرة. بلبنان على طول بنستعمل البصل السلمونة لما بدنا ناكل كبة نية لأنه فيها عقصة حرة وكمان مع البيض واللبنة. بس بنصحكن لأنه مرات بيكون البصلة منا شاربة كتير مي، بتطلع كتير حرة مثل هي اللي أكلتها. وقتها بدكم تاكلوها قصوها وحطوها بكاسة فيها مي ورجعوا كلوها. البصل السلمونة كتير منيح مشان المونة وبيعملوه جدايل حتى يحفظوه كل الشتوية. مثل كل البصل السلمونة بتجي بعدة أحجام، مرات بتكون كبيرة وبتكبر أكتر من هالقد، مرات بتكون صغيرة وحتى أصغر من هالقد، بنسميها القزح. بيرشوا البذر بيتركوه تيفرخ ويعمل بصلة صغيرة، ومنه للقزح بيطلع البصل الأخضر يلي هو كتير طيب بتزيين الأكل وكمان مع اللبنة والبيض والأكل الني بالسلطات بالفتوش، وحتى فينا نستعمل البصل الأخضر بالساندويشات. كتير سويت، منا حرة أبداً. والمثل بيقول كل بصل وانسى اللي حصل، والله يسعدك يا جوز اليوم. بدي أخبركم إنه البصلة إذا تركناها وقت طويل بالمطبخ بتفرخ، بصير في عنا الورقة الخضراء تبع البصل. أنا بصراحة بنبسط لأنه بشيلهم وبستعملهم بزين فيهم الأكل، بس أقل وحدة بتفرخ بسرعة هي البصل الهندي لأنه ما فيها كتير رطوبة بقلبها. وهيك بكون حكينا عن الأنواع الموجودة هلأ بالسوق عنا للبصل، وإذا عندكم شي نوع بتحبوا نحكي عنه بفيديو تاني حطولي بالتعليقات، هيك بنتعرف على أنواع بصل جديدة. وإذا كنتم من الأشخاص يلي بيحرقكم كتير البصل انتوا عم تقصوه، رح أعلمكم هيدي الطريقة. بتحطوا المروحة قدام البصل وبتفرمون، هيك ما بتتضايقوا من رذاذ البصل يلي بيطلع على عيونكم. وما بننسى شو نفس بالطبخ، بس مش قد نحن واكلين بصل. I love you all. Bye.